وسجلت محافظة كركوك 3000 حالة إصابة بمرض السرطان خلال ال6 أشهر الماضية، فيما دعت الجهات الصحية المواطنين إلى العناية بالغذاء الصحي تزامنا مع إنشاء مشاريع صناعية في المحافظة دون موافقات بيئية. في هذا المركز التخصصي يرقد مرضى سرطان كركوك سجل 3000 مصاب خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالي. أسباب مختلفة أدت إلى إصابتهم بالمرض القابل للعلاج في مرحلته الأولى. 70 إلى 80 أسرة تقريبا في وقت النهار، وقت العلاج تحضير زرق العلاجات الكيميائية تقريبا مشغولة، يعني 90 إلى 95% مشغولة، ضغط يعني شديد على الأسرة. فالأعداد احنا نضطر مرات ننطي مواعيد. السرطان بات مرض قابل للشفاء، أو في أقل تقدير مرض من تحويله من مرض قاتل إلى مرض مزمن كالضغط أو سكر إذا كانت المرض اكتشفناه في مراحله المبكرة. في مراحل متأخرة قد تكون الكلام يختلف والعلاج أصعب والنتائج تكون يعني مو مشجعة. هنا المختص يحضر علاجا كيميائيا، والأطباء الاختصاصيون هم قلة أمام هذه الملفات التي تعكس أعداد مرضى السرطان في وقت تنتظر الصحة وصول المزيد من العلاجات. الأدوية الحمد لله متوفرة، وجميع الأدوية هي من وزارة الصحة عن طريق كيماديا. أيضا السيد محافظ كركوك أوعز بدعم مركز الأورام ودائرة صحة كركوك بمبلغ 500 مليون. أيضا سنقوم بتجهيز الأدوية. ويدعو الأطباء الناس إلى العناية بغذائهم كونها إحدى مسببات السرطان، في وقت شهدت المحافظة إقامة مشاريع صناعية دون أخذ موافقات بيئية. هذا وتجري أعمال بناء مستشفى خاص بمرضى السرطان بسعة 100 سرير، يكون الأكبر على مستوى المنطقة الشمالية وقادر على استيعاب المرضى حتى من المحافظات الأخرى. من كركوك محمد صغير، العراقية الإخبارية. في الإجراءات الحكومية